السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وكل مريض يتألم في صمت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، ولعلها تكون في هذه الساعة ساعة استجابة، وتكون إن شاء الله في هذا اليوم اللي كندعي لكم فيه يكون هو ليلة من ليالي الله، اللي هي كتكون ليلة مقدسة وعظيمة، تكون ان شاء الله ليله القدر، ويكون دعائي مستجاب ان شاء الله يا ربي. اذا احبتي كنتمنى منكم تدعيوا لبعضياتكم في التعاليق ولا عن ظهر الغيب، لان الدعوه عن ظهر الغيب باذن الله الواحد الاحد تكون مستجابه. قبل ما ندخل الفيديو مباشره، فضلا منك وليس امرا، اضغطوا لايك تحت الفيديو، جزاكم الله خيرا، وكي تساهموا في نشر الفيديو للناس اللي بامس الحاجه لهذه الوصفه، جزاكم الله خيرا. إذا أحبتي بسم الله على بركة الله، هذه وصفة لعلاج ضعف النظر. هذه وصفة أو بالأحرى هي نبتتان أساسيتان، نقول لكم معجزتان أو معجزة إلهية في علاج ضعف النظر. سبق أن وضعت لكم 3 وصفات لعلاج ضعف النظر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ممتازين كذلك جدا، لكن كنحاول انني نبسط لكم لاقصى شيء ويكون احسن شيء. فهذه الوصفه سبق انني وضعتها لكم لكن بطريقه اخرى، الان نعطي لكم بطريقه ثانيه راها ممتازه جدا، وغتشوفوا نتائج يعني ملحوظه في علاج ضعف النظر وبشكل نهائي. يعني ضعف النظر يتعالج بشكل نهائي بدون اي عوده. بالنسبه لضعف النظر كيختلف من شخص لاخر، هناك من مثلا لا يستطيع رؤية الأشياء البعيدة يعني بوضوح، وهناك من لا يستطيع رؤية الأشياء اللي تكون أو التي تكون قريبة. فيمكن علاج هذا الضعف يعني بالناس اللي مثلا كتلتجئ الأطباء كيعالجوا مثلا، كيعملوا مثلا اشهرها النظارات الطبيه ولا العدسات اللاصقه، او كذلك عمليات ممكن تصحيح النظر. لكن بهذه الوصفه اللي غادي نعطيكم لا حاجه لهذه الاشياء كلها، يمكنكم علاج ضعف النظر فقط باستخدام هذه المواد الطبيعيه. وللعلم فإن العلاج باستخدام هذه الطرق الطبيعيه هو افضل بكثير وكيعطي نتائج، حتى لو انك يجب عليك يعني تستمر ليس من اول مره، ولكن كنقول لك يعني في ظرف شهر او شهر ونص ودعوا ان شاء الله ضعف النظر، يعني على للامانه، يعني كنقول لكم الامانه وبحكم تجربه. ف يعني ان شاء الله تكون وصفه نافعه لكم باذن الله تعالى. فهي امنه على العين، وامنه على شبكه العين ولا على الذات ولا اي شيء، بالعكس هي كتزودك بالعديد من الفوائد. مهم نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات، اذا استسمح منكم ان بالنسبه لي انا اعطيكم فقط المقادير، ونعطيكم المقادير ونعطيكم المكونات، لكن ثم ستاتون بالمقادير التي ساذكرها لكم على طرف لساني. اذا سنحتاج الى بالنسبه للوصفه راه هي على طريقه، انا نعمل لكم بالنسبه للطريقه الاولى وغادي نعمل لكم بعدها الطريقه الثانيه، انتم شوفوا الاسهل لكم. الطريقه الثانيه كتختلف فقط في مكون واحد لكن النتيجه واحده، فقط بالنسبه للناس اللي ممكن مثلا انهم ما يحصلوش على مكون من هذه المكونات او لا. المهم تابعوا باش تفهموا الفيديو. بالنسبه للمكونات سنحتاج بالنسبه للطريقه الاولى غنحتاجوا نفس مقدار من اللوز، هو نفس المقدار من هذا السكر نبات، يعني سنحتاج 100 غرام من سكر نبات. طبعا السكر نبات او لا كيقولوا له السكر قنديل، هذا راه سكر طبيعي كيستخرجوه من قصب السكر. هذا هو شكله، ها انتم كي كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالو. غنحتاجوا منه 100 غرام. وغادي نحتاجوا اللوز الحلو طعمه حلو عادي، نحتاجوا منه كذلك 100 غرام. وسنحتاج 50 غرام من بذور الشمر، 50 غرام يعني نصف كميه من بذور الشمر. وسنحتاج الى كأس من الحليب. وبالاضافه لهذه المكونات يمكنكم تزويد الفلفل الاسود 25 غرام على هذه المكونات. اذا مثلا استصعب عليكم انكم يعني بالنسبه لمذاق الفلفل الاسود استغنوا عليه، ليس هناك اي مشكله، اعملوا فقط هذه المكونات. الان بالنسبه لطريقه التحضير، هذه الطريقه الاولى هي اننا لكي لا اعمل لكم طريقه امامكم، هي طريقه جدا سهله لا تحتاج الى ان اطبقها، فقط لكي لا يطيل الفيديو. ناخذ كل هذه المكونات ما عدا الحليب، نقوم بطحنها مع بعض جيدا حتى نحصل على خليط متجانس او يعني شكل باودر، وتعملوها في واحد القنينه من الزجاج تحتفظوا بها.
بالنسبه لطريقه الاستخدام هي اننا نتناول ملعقه كبيره من هذا المسحوق التي سنحصل عليه من هذه المكونات المخلوطه يوميا، توضعوها مع كوب من الحليب، ويكون هذا الشيء طبعا في الليل، وتجنبوا بعدها شرب الماء او اي شيء، يعني مباشره الى النوم، يعني مباشره بدون شرب لا ماء ولا اي شيء بعدها. تستمروا على هذه الطريقه لمده شهر الى شهر ونص، وتعالوا او ستروا النتيجه بقرة اعينكم. اصلا قبل الشهر ولا قبل الشهر ونص تلاحظون في بدايه استخدام هذه الوصفه ان النظر كل ماله وهو يتحسن الى ان تصلوا الى الدرجه ان شاء الله المطلوبه. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي بامكانكم استخدامها ساقولها لكم فقط بطرف لساني، هي انكم تاتون فقط ب7 حبات من اللوز. هذا اللوز تاتون ب7 حبات منه، وتاتون بملعقتان كبيره من بذور الشمام، ليس بذور الشمر، بذور الشمام اللي هي بذور ديال كما نحن نذكر في المغرب البطيخ، هذاك البطيخ البذور ديالو كتاتوها تكون يعني مجففه، ملعقتان كبيرتان. في الدول العربيه يسموه بالشمام. تاتون بملعقتان كبيرتان وملعقه صغيره من العسل. هاد 3 مكونات فقط. نقوم بطحن اللوز مع بذور الشمام ونخلطهما معا مع العسل حتى نحصل على خليط يعني مثل العجينه. فنضيف هذا الخليط الى كوب من حليب اللوز. هنا كنحتاجوا في الوصفه الاولى حليب عادي، الوصفه الثانيه كنحتاجوا لا يكون عندها حليب اللوز، ونقوم بشربه قبل النوم او في اي وقت ممكن يعني من النهار، ولكن يجب عدم تناول يعني اي طعام بعد هذه الوصفه او بعد شرب هذا المشروب لمده تقريبا لا تقل على 2 ساعات. هذه بالنسبه للطريقه الثانيه. عاد نتوما شوفوا الطريقه اللي تنفعكم وتقدروا انكم تستخدموها. لكن هنا انا كنقول لكم بالنسبه للطريقه الاولى، بالنسبه للناس اللي ما توفقوش انهم يحصلوا على السكر نبات. السكر نبات مهم جدا في هذه الوصفه. لماذا؟ الصينيون او عفوا استسمح منكم، الطب الهندي في الهند ليس في الصين عفوا، كانوا كيستخدموا هذا السكر نبات هذا في الطب التقليدي الهندي لتحسين من الرؤيه ولتحسين من البصر. والسكر نبات راه عنده فوائد جدا جدا عظيمه في تحسين الرؤيه سواء البعيده ولا القريبه. فلهذا انا انصحكم بالوصفه اللي يكون فيها السكر نبات. إذا تريدون عمل الوصفه الثانيه عوضوا العسل بالسكر نبات من الاحسن، لانه عنده فوائد جدا مهمه. وان شاء الله في فيديو غادي نعمل لكم خاص على فوائد السكر نبات والامراض التي ينفع لها والامراض التي هو مفيد لها، ومنها شبكيه العين وامراض العين وكذلك لتحسين الرؤيه. بغض النظر على هذه الوصفات انا عملت لكم وصفه الكم اللي هي الفقع، لكن هذا كيكون فقط في موسم الشتاء. هذا ممتاز جدا انكم كتقطروه في اعينكم لتحسين الرؤيه، وكانوا كيعملوه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لتحسين الرؤيه والنظر او لعلاج العمى. هذا كنت عملت لكم فيديو خاص اللي هي الكمأة او الفقع. هذه عشبه ولكن كتكون فقط في الشتاء لكي لا يعني استصعب طبعا على البعض انه يقومون بالحصول عليها. وعملت لكم كذلك الكمون يا جماعه الخير راه ممتاز جدا كذلك لضعف النظر. لو تعملوا هذه الوصفه وتاخذون كل يوم ملعقه كمون راه ودعوا ان شاء الله ضعف النظر ممتاز وبواحد الشكل اللي كيكون سريع جدا. اذا هذه هي الوصفه، نتمنى انكم تنال اعجابكم، ماشي تنال اعجابكم يعني كاعجاب بل كتطبيق بل كتجربه وكنتائج ان شاء الله بحول الله وقوته. وما تنسوش انكم تشاركوا عفوا الاصحاب والاهالي ديالكم بهذه الوصفه، الناس اللي كيعرفوا ان هناك من عنده ضعف في النظر. وفقط استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم سالمين غانمين ان شاء الله برحمه الله. الله يرحمنا كلنا ان شاء الله في الدنيا قبل الاخره. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كل عام وانتم بخير.